أهلا أهلا. تخيل معي بلد يعيش أكثر من نصف شعبه تحت خط الفقر، وفي باطن أرضه ترقد ثروات تقدر بمليارات الدولارات. هذه ليست رواية خيالية، هذا اليمن. النفط. قصة بدأت في منتصف الثمانينيات، حين اكتشفت شركة هانت أويل الأمريكية أول حقل تجاري في مأرب، وبعدها بعامين فقط انطلقت أولى شحنات التصدير، وبدأ الأمل يكبر من ميناء رأس عيسى. ثم تتابعت الاكتشافات، من حقل صافر إلى حقول مأرب والجوف، وتأسست شركة وطنية لإدارة الإنتاج، صافر للاستكشاف والإنتاج، اللي بدأت عملها رسمياً في نوفمبر من عام 2005. وفي أوائل الألفينيات بلغ الإنتاج ذروته، أكثر من 430 ألف برميل يومياً. ولكن لم يكن كل خير تحت الأرض خيراً فوقها. بعض الشركات وقعت عقوداً مليئة بالثغرات، وبعضها انسحب، وبعضها أضر، وبعضها نهب. ثم جاءت الحرب، ومنذ عام 2015 توقف الإنتاج وتوقف التصدير، وتضررت البنية التحتية في الكثير من الحقول. والأخطر أن هناك مناطق نفطية واعدة ما زالت غير مكتشفة، تنتظر فقط دولة تحسن الإدارة وتحترم الأرض والناس. لأن اليوم الثروات في خطر، مش بس من الفوضى والحرب، بل من الطمع ومن التجاهل ومن السكوت. فمتى نرجع الثقة؟ ومتى نحفر في ضمائرنا قبل أن نحفر آبارا جديدة؟ أنا يمني، ومسؤوليتي أحافظ على كنوز بلادي، لينهض الوطن، وطن واحد لكل اليمنيين. يمن يستحقه الجميع.